ما تجروش ورا الترند، سواء في علاج الشعر، سواء للبشرة، سواء أي حاجة في حياتكم. النهارده هنتكلم عن روشتة مشاكل الشعر وحلها. بيشرفنا وينورنا دكتور نورة سعيد، هتكلمنا اكتر بقى عن مشاكل الشعر. ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو. انا هستغل وجودك معانا بقى يا دكتور، وهنتكلم عن الترندز اللي طالعه وكلنا بنجري وراها. روزماري بيطول الشعر، فاقوم احط روزماري في البيت واعمله. بصي، هو أي ترند ما ينفعش أبدا إن احنا نمشي وراه بدون ما نرجع للدكتور بتاعنا، لأن هي يوجولي بتبقى تجارب ناس غير مختصة. لو بنتكلم على ترند الروزماري عشان تطويل الشعر وتتقيل الشعر، فده مش صح. ليه؟ لأن الروزماري أصلا المفروض إن احنا نستعمله ميديكيتد. ازاي اعرف انا المشكله اللي عندي ايه؟ يعني ممكن يكون في صلع وراثي، ممكن يكون عندي ستريس، نوع من انواع الاسترس، مم. مثلا امتحانات. ده كل الاوقات كلنا. انا قبل ما ابتدي اعالج لازم نمبر 1 اعمل تحاليل للمريضه بتاعتي او للمريض بتاعي، واعمل تشيك اب كامل عليه، اشوف ايه اللي ناقصه. ازاي اختار حاجه مناسبه فعلا اعالج بيها مشكله تساقط الشعر؟ بركز طبعا على لو في نقص فيتامينز عندي او انيميا، بناخد الفيتامينز الناقصه. الدكتور موجود عشانكم. نشكر حضرتك جدا يا دكتور نورة. انا اللي بشكركم، وبشكر شركه دوكسجين، واستنوا بقيه روشتاتكم في حلقات جديده من روشتة من الاخر.